وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة فهو هيبقى قادر يعملها كل مرة. السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد من قناة مع الناس. يا ريت اللي اول مرة يشوفنا يشرفنا بالاشتراك في القناة، وما تنسوناش من دعمكم لينا بعمل لايك للفيديو ومشاركته مع اصدقائكم. طبعا كلنا عارفين تطور الاوضاع في الفترة الاخيرة بين مصر واثيوبيا بسبب مشكلة سد النهضة، والمحاولات المستمرة من مصر للوصول الى حل سلمي مع الاحتفاظ بحصتها الرسمية في مياه النيل. لكن لو اضطر الامر للحل العسكري، يا ترى ايه القوة العسكرية للجيش الاثيوبي اللي يقدر بيها يواجه القوة العسكرية الكبيرة للجيش المصري؟ في فيديو النهاردة هنعمل مقارنة بين القوة العسكرية للجيشين، ونشوف يا ترى فعلا اثيوبيا قد التحدي مع الجيش المصري ولا لا. واحب اعرف حضراتكم ان مصدر المعلومات اللي موجودة في الفيديو من موقع جلوبال فاير باور الرسمي، وده اشهر موقع بيعمل مقارنات بين القوى العسكرية لمعظم دول العالم. بس قبل ما نبدأ المقارنة أحب أفكر حضراتكم بآخر حرب دخلها الجيش المصري في أكتوبر عام 1973. ورغم أن قوتهم وإمكانياتهم وتجهيزاتهم العسكرية كانت أكبر بكتير من الجيش الأثيوبي وقتها، إلا أننا ما نقدرش ننسى مقولة الرئيس الراحل محمد أنور السادات الشهيرة اللي قال فيها أن العدو فقد توازنه في 6 ساعات. بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. ودلوقتي أسيب حضراتكم مع المقارنة بين الجيشين.
ودمري